سر احتفال لاعبي سويسرا. اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم قهوه كرويه. في مونديال 2018 اوقعت القرعه المنتخب السويسري بجانب منتخب صربيا. طبعا المباراه انتهت بفوز المنتخب السويسري بهدفين لهدف. سجل هدفين، او المهم في الموضوع انه اللي سجل الهدفين هم شاكيري وتشاكا لاعبين منتخب سويسرا. المثير بالامر انه بعد كل هدف سجلوه تشاكا وشاكيري قاموا بالاحتفال بشبك ايديهم بطريقه النسر. شو سر هالحركه؟ ايش معناها؟ وليش بالذات في المباراة هاي قاموا بالاحتفال بهاي الطريقة؟ القصة وما فيها انه اللاعبين الاثنين تشاكا وشاكيري اصولهم بترجع البانية، وتحديدا من اقليم كوسوفو، الاقليم المتنازع عليه بين صربيا والألبان. وعلى إثر ذلك تم تهجير عائلاتهم سابقا وانتقالهم إلى سويسرا وما إلى ذلك من أحداث الحروب اللي بتصير دائما. وكمان في نقطة بخصوص اللاعب تشاكا، أنه والده كان ناشط سياسي أو معارض للحكومة الصربية، وتم اعتقاله 3 سنوات ونصف في المعتقلات الصربية في تحت بند انه كان يعني ضد الحكومه، او كان بيشتغل معارض للحكومه الصربيه وناشط سياسي لاقليم كوسوفو. بنرجع لاحتفاليه اللاعبين بحركه النسر. حركه النسر هي شعار دوله البانيا، وموجود في العلم الرسمي تبع دوله البانيا شعار رسمه النسر. احتفاليه اللاعبين ما بتعطينا الا شغله واحده، انه هاي اعتراف ودعم وإيصال رسائل سياسية من خلال كرة القدم، ذلك تعبيرا على سخطهم ونقمهم وكرههم للشعب أو الحكومة الصربية اللي هجرتهم وهجرت عائلاتهم في الصغر ودمرت دولهم سابقا. هذا الأمر والاحتفال بهذه الطريقة أمام المنتخب الصربي كان بيعمل توتر وحرب إعلام وتصاريح بين الجهتين، بين ألبانيا وبين صربيا، حتى أنه سويسرا أو الصحف السويسرية أو الإعلام السويسري بشكل عام انتقد اللاعبين باحتفالهم بأنهم أنتم تابعين لدولة أو أنتم تحملون جنسية دول أخرى ليست دول ما لنا فيها، اللي هي ألبانيا، يعني باعتبار أنه ألبانيا ما لهم فيها، أو هاي لا تعتبر أنه دولتكم بحكم أنك تحمل الجنسية السويسرية وتلعب للمنتخب السويسري. كيف ما كانت كذبة ترديد الفصل بين السياسة والرياضة، بيبقى الأمر مجرد شعارات وهمية. كرة القدم هي منبع لإيصال الرسائل وخاصة السياسية، ولنا شواهد كثيرة في هاي الأمور وكثير قصص بنسمعها، إنه قدر ناس أو قدر كثير ناس تكسب قضايا وإيصال رسائلهم عن طريق كرة القدم. بكون هون وصلت معكم لنهاية قصتنا، بتمنى أكون وفقت في نقلها لكم.